ابعدي. مش ما تكمليش معاها. مش كل صحوبية تستاهل انك تكملي فيها اصلا، خصوصا لو واحدة بتغير منك وبتحقد عليك وبتحسدك. ازاي تعرفي ان البنت دي او صاحبتك بتغير منك؟ عايزة اقولك ثقة في احساسك. لما تحسي ان البنت دي او صاحبتك بتغير منك، لازم تعرفي ان الاحساس ده صح ولازم تمشي وراه. اي نعم، انت مش بتبقي متأكدة او مش بتبقي واثقة عشان مش بتبقي ماسكة في ايدك دليل. تعالي بقى اقولك على العلامات اللي تاكدلك ان صاحبتك دي بتغير منك. هتلاقيها بتقلدك بشكل مبالغ فيه، بتلبس زيك، بتتكلم زيك، حتى اهتماماتها هتلاقيها زيك بالظبط. هو ممكن حد يقلدك عادي، بس مش التقليد اللي هو كوبي باست، ده اللي هو استنساخ مش تقليد. تلاقيها ناسخة أفعالك، ناسخة حاجاتك، حتى لبسك، ناسخة كل حاجة. دي حاجة تخوف. دي بتغير منك جدا جدا. دي عايزة تستبدل حياتها بحياتك. عايزة تبقى مكانك، عايزة تاخد مكانك، عايزة تاخد حياتك، عايزة تاخد صحابك، عايزة تاخد حبيبك، جوزك. اي حاجة انت تحط ايدك عليها هتلاقيها عايزاها تاخدها منك. مش عايزاك انت، يعني مش عايزاك انت في الوجود خالص. دي تخلي بالك منها وتبعدي عنها. هتلاقيها بتحرجك قدام الناس، بتسلط الضوء على عيوبك. هتشوف ايه العيب اللي فيكي واللي بيجرحك وهتقوله قدام الناس. وقدام ناس يعني انتي مثلا بتحبيهم او بتعزيهم او هما بيحبوكي قوي، هتبقى عايزة تبين صورتك وحشة قدامهم بأي طريقة. اول ما تشوفك مثلا جايبة طقم حلو، وشها هيجيب 100 لون، وتبدأ تقل منك قدام الناس، وخصوصا الناس يخصوكي وتخصيهم. يا سلام بقى لو في شخص انت معجبة بيه وهو معجب بيكي، يا خرابي. بتبقى بصي تتكلم على عيوبك، تتكلم على اسرار ما بينك وما بينها. ولما يجي هو يتكلم على ميزة فيكي، لا هي تشد الحوار ناحيتها، هي تجذبه لها، هي مش عايزة اي كلام عليكي، وتبدأ تعب فيكي تاني. البني ادمة دي من اقذر انواع البني ادمين اللي ممكن تعرفها في حياتك. تلاقيها تقلل من نجاحك. كل ما تعملي حاجة او كل ما تنجزي حاجة كبيرة، تلاقيها بتقولك عادي، الناس كلها بتعمل كده، اي حد كان هيعمل كده، وايه يعني؟ او تغير الموضوع بسرعة. تلاقيها بتقارن نفسها بيكي بشكل غريب، عايزة تبين ان هي احسن منك في كل حاجة وفي اي حاجة، حتى لو الموضوع كان بسيط جدا. عمرها ما تجاملك ابدا، عمرها ما تقولك كلمة حلوة على حاجة انتي عملتيها او حتى على شكلك. لما تلبسي طقم حلو تقولك الطقم اللي انتي لابساه ده حلو جدا، ازاي واحدة زيك تلبسه؟ وحاجات بقى من دي كتير. بتقلب اي حوار لها هي. تيجي تحكي لها على حاجة حصلت لك، تحكي عن نفسها هي. حد يجي يجاملك ويقولك كلمة حلوة، تقوم قلبة الموضوع عليها هي، وتقعد تقلل منك وتقول هي دي تفهم حاجة، هي دي تعرف حاجة، وتقعد تتكلم عن نفسها هي وتمدح في نفسها. تفضل تسيس فيكي لحد ما تدخل مجتمع هي ما كانتش اصلا تحلم ان هي تدخله، وتشوف مين بيحبك ومين ما بيحبكيش، ويبقى عندها ذكاء تقعد تكره الناس فيكي، وتقعد تتكلم عليكي وحش، وتشوه سمعتك. لما يشوفك حد يعاملك بتقدير واحترام وحب، هتبقى هتموت، هتبقى عايزة الناس دي كلها تكرهك. وللأسف هي ممكن تنجح في ده لو انتي ساذجة شوية او انتي طيبة قوي، لكن لو انتي لحمك مر ما تخليهاش تقدر تعمل كده. لا انتي يعني انتي فايقالها درجة ان هي ممكن تاخد منك صحابك وتقلبهم عليكي. بعد ما تقعدي معاها وتخلصي القعدة معاها، تحسي نفسك مرهقة، تحسي نفسك ما عندكيش طاقة، مستنزفة. جسمك بيتكلم. ولما جهازك العصبي يحذرك من شخص او جسمك يتعب بعد ما تقعدي مع شخص، اعرفي ان الشخص ده مش كويس. تزعل لفرحك وتفرح في زعلك. ما تحبش تشوفك ابدا مبسوطة، تحب تشوفك بتعاني على طول، عندك مشاكل على طول، حياتك متلخبطة على طول. ولو لقيتك ان انتي فرحانة وحياتك ماشية، تتضايق
ويبان عليها، يبان عليها ان هي متضايقه، ملامح وشها تلاقيها متضايقه جدا. تيجي تقول لها حاجه امم صفرة، مش سالكه. تيجي مثلا تحكي معاها تقول لها مثلا فكره عندك، او يعني فكره مشروع، او اي حاجه نفسك تعمليها، اي انجاز نفسك تنجزيه، تلاقي ردها صعب، مش هينفع، بلاش، لا انت مش هتنجحي في الحاجه دي، لا 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 خليكي كده احسن. تنتقدك على طول، على لبسك، على كلامك، على طريقتك، ممكن على ضحكتك، على اي حاجه فيكي تلاقيها بتنتقدك. وسبحان الله هي بعدها بيومين بس تلاقيها بتعمل زيك. مثلا انت جبت دريس لون معين او قصه معينه، يعني تقعد تنتقد القصه وتنتقد اللون، تقول ايه ده، مش حلو، لا مش حلو عليكي، لا 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 لا، ده مغمقك، ده مش عارف عامل فيكي ايه. تلاقيها راحت جابت نفس الفستان اللي هي كانت عماله تنتقدك فيه. ازاي بقى تتعاملي مع البنت اللي بتغير منك دي؟ قولي لي حكاوي معاها، ما تحكيلهاش كل حاجه، تفاصيلك ما تحكيهالهاش، يعني اديها حاجات كده صغيره عنك، ما تعرفش عنك كل حاجه. طيب حطي حدود معاها. يعني هي لو انتقدتك بطريقه جارحه، قولي لها انا مش عاجبني الاسلوب ده، انت بتتكلمي كده ليه؟ هو في حاجه، في حاجه مضايقاكي؟ حطي حدود ليها، ما تخليهاش تتعدى حدودها معاكي. راقبي تصرفاتها وافعالها مش كلامها. الناس كلها بتعرف تقول كلام حلو. إيه، ما تدخليش في منافسه معاها. هي شايفاكي منافسه ليها، لا انت ما تشوفيهاش اصلا، انت ما تاخديهاش كمنافسه ليكي اصلا، انت ركزي على نفسك وبس. طيب لو الموضوع زاد عن حده، ابعدي، مش ما تكمليش معاها. مش كل صحوبيه تستاهل انك تكملي فيها اصلا، خصوصا لو واحده بتغير منك وبتحقد عليك وبتحسدك. مش مطلوب منك انك تواجهي كل حاجة. اوقات من الذكاء انك تفهمي وتسحبي نفسك بهدوء من غير دراما. الغيرة دي صعبة جدا، هي سرقة حياة وطاقة وشخصية. وبس كده. قولولي في الكومنتات، عمرك حسيتك كده من اي بنت او من صاحبتك؟ يلا سلام.